شمال وشرق سوريا على وجه الخصوص ولسائر العالم بذكرى 8 آذار عيد المرأة العالمي. هذا العيد اللي أثبتت فيه المرأة جدارتها بفلسفة المرأة الحياة الحرية لبناء سوريا الديمقراطية. راح نبدأ ببرنامج أو جدول أعمال ندوتنا الحوارية اللي راح تكون على محورين. المحور الأول باسم مؤتمر ستار، واللي راح تقدم هذا المحور نهد سليمان، والمحور الثاني راح يكون باسم قوى الامن الداخلي تسعيش المراه الرفيقه ساره. طبعا بالبدايه راح نبلش بالمحور الاول ونفتح باب النقاش على هذا المحور. ولكن حريه المراه تستحق ان تدون في السطور، ونحن الان قد خطينا خطوات كثيره، ونحن نكتب تاريخ حريه المراه في شمال وشرق سوريا، وسوف نكتب حرية المرأة في جميع أنحاء سوريا. وإذا أرادت كمؤتمر ستار سوف ننشر فكر وفلسفة القائد التي ساندت المرأة وحصلت على حريتها في جميع أرجاء العالم. رحلة المرأة نحو الديمقراطية والحرية، حيث بذلت كلارا جهودا حديثة لجعل يوم 8 من آذار يوما عالميا للمرأة العاملة والكادحة، حيث أجرت الكثير من الأبحاث والدراسات العميقة حول حادثة المعمل. اقترحت ضمن المؤتمر الثالث للمرأة الاشتراكية بأن يكون يوم 8 من آذار يوم عيد عالمي للمرأة العاملة والكادحة، وتمت الموافقة بالإجماع على جعل هذا اليوم يوما عالميا يكون يوم عيد المرأة. في تاريخ 1977 وبموجب قرار جمعية الأمم المتحدة 23 المادة 23 البند 124 تم إعلان وتحديد يوما من أيام السنة ليكون يوما للمرأة، ليكون يوم السلام الدولي هو يوم 8 آذار. واستمرارا لجهود كلارا وجميع النساء اللواتي ناضلن من أجل هذا اليوم تتوج وأعطى رونقا ذو معنى، قامت النساء الكرديات ضمن حركة الحرية بالتعميق في إيديولوجيتها بإرسال رسالة أدلاها في يوم 8 من آذار تأكيدا على هذا اليوم، حيث قامت الرفيقة سما فوجة بالعملية الفدائية سأجعل من جسدي جسرا يمتد من 8 آذار إلى 21 آذار. ليصبح إرثا تاريخيا والفداء والإصرار على النصر ضمن فكر وفلسفة القائد العظيم القائد الأممي عبد الله أوجلان. ففي هذا العام سنجعل يوم المرأة العالمي عيدا لضمان ثورة المرأة، يوما نتجه فيه نحو تحقيق حرية المرأة، العدالة والمساواة والعيش المشترك والمساواة بين الجنسين. عاش القائد الأممي، عاش القائد الأممي عبد الله أوجلان، وعاشت ثورة المرأة التي شاهدناها في وجه آباء، وعاشت حرية. ايش هي النقاط اللي احنا المرأة اللي هي ما كانت تعرفها؟ 8 آذار ممكن يوم واحد ولكن له معنى كبير. المعنى الأساسي ايش هو؟ معناها الأساسي هو انه ما انفنت او ما راح ذكر يلي النساء يلي ضحى بنفسهن وسووا هالشيء هذا كرمال ايش؟ كرمال حرية، كرمال مبدأ انه هن يمشين عليه. فاحنا وقت نشوف احنا مو بس انه نذكر النساء هذا لا، احنا راح نمشي على خطى النساء. بهيش وحركات جنوب السامي قخو بسكني حتى الرجماهر والجلبي جيبوي بيجي جبالك الكونبه ريبار ابو خدي
بفكري دركها وجنا حمود جنا بخدي هزبك ربارابو فكرة إدلوجيا جنا أصلا جن إدياري جناكت جبارك وان جبارك هذا جن خاخة ببارزة جن بخاخ دي إثبات المرأة دورها الريادي في المجال العسكري. بروح مقاومة رفيقات المرأة جليلة ومقاومة هبال زيلان وساكنة جانسز وشهيدات قوى الأمن الداخلي هبال خميل ملكة مسجين نبدأ حوارنا. بداية لما بدنا نناقش في أي موضوع لابد إنه نرجع بالتاريخ لورا شوي. بالأخص إذا كنا مجتمعين اليوم لنناقش موضوع خاص بالمرأة اللي هي تلد نصف المجتمع وترجع تربي النصف الآخر. طبعا المرأة كلياتنا نعرف إنه عانت المرأة من الظلم منذ الزمن القديم بكافة ومختلف الظروف، ليس من طرف واحد فقط، بل عانت من التاريخ الذي لم يدون عنها أي شيء، وعن المجتمع الذي ينظر للمرأة على أنها سلعة فقط، والعائلة التي تنظر للمرأة على أنها قطعة تباع للذي يدفع أكثر، وآلة للزواج والولادة فقط. ويوما بعد يوم يزداد هذا الظلم لها ولنفسها، حتى ظنت المرأة بالأخير أنه هي خلقت بهذا الشيء. أصبح من ضمن عاداتها وتقاليدها أنه هي مخلوقة للظلم والزواج والحمل والولادة فقط. وخصوصا بقدوم داعش التي أثبت للعالم أجمع أنها أكبر منظومة إرهابية التي كانت ضد المرأة على وجه الخصوص، بدليل السبي، نكاح الجهاد، إهداء الزوجات، قتل المرأة لأتفه الأسباب. ومع بداية نشر فكر القائد عبد الله أوجلان بدأت المرأة بتنظيم نفسها، وبدأت بتنظيم نفسها من خلال مشاركة المرأة بالحرب ضد داعش بجميع الجبهات، وتشهد على ذلك من خلال مقاومة رفيقات اليبجة بجميع الجبهات ونضالهن لتحرير جميع المدن بدون تفرقة أو خوف، بل بذلنا الغالي والرخيص من أجل ذلك في جميع خطوط الجبهات. وبعد ذلك الخطوة التي يجب إكمالها بعد مقاومة ونضال رفيقات الفصائل المعادية للفكر وحرية القائد عبد الله أوجلان الذي كرس كل حياته ليضع للمرأة الخطوات الأولى للحفاظ على سلم المنطقة الأمنية. ومن هنا بدأنا بتنظيم نفسنا رغم الإمكانيات القليلة في البدايات من حيث العدد، ولكن بالعدد القليل استطعنا أن نفعل الكثير من خلال تنظيم نفسنا وتأسيس مراكزنا وخضوعنا للتدريبات الخاصة بالمرأة، وبقوى الأنا نحصد ثمار تعبنا بالأمن الذي نشرناه. ومن خلال ازدياد أعدادنا وأعداد الرفيقات بجميع مناطق شمال وشرق سوريا، شاركت الرفيقات بجميع الأقسام الخاصة بقوى الأمن الداخلي للمرأة. أصبح لنا مراكز خاصة وأقسام خاصة بالمرأة. لعبنا دورنا الريادي من خلال خضوعنا لدورات أكاديمية بأكاديميات الضباط، وأصبحت المرأة ضابط وتحمل مختلف الرتب العسكرية. لعبنا دورنا في المجال الإداري على مستوى شمال وشرق سوريا. لعبنا دورنا بهيئات الداخلية والأقسام الأمنية. ولعبت المرأة دورها بمكانات لا يمكن الاستغناء عنها. وبعد كل هذا التعب والكفاح والنضال استطعنا أن نقول أننا وصلنا إلى مرحلة نستطيع الوقوف بها بوجه كل من يحاول المساس بحرية وكرامة المرأة، لأننا وجابهنا أكبر منظومة إرهابية وانتصرنا وما زلنا نحارب بإرادة المرأة الحرة بمختلف مكوناتها: اليبجة، قوى الأمن الداخلي، كونغرسات، تجمع نساء زنوبيا. سنحافظ على مبدأنا ولن نتخلى عنها ولن نترك سلاحنا أبدا. رفيقات، أنا حكيت عن قوى الأمن الداخلي أو المرأة اللي لعبت دورها بقوى الأمن الداخلي بشكل عام، يعني بدون الدخول بالخصوصيات والتفاصيل. قوى هي قوة المرأة، وجود قوى التي حملت السلاح على وجه الأرض كلياته هي موجودة في شمال وشرق سوريا. من ضمن هذه القوى قوة المرأة اليبجة، قوى الأمن الداخلي، يعني الحماية الجوهرية للمرأة. هاي القوى الموجودة مو موجودة بأي منطقة أو أي بقعة من العالم. هاي القوى هي قوة المرأة اللي أثبتت وجودها وأثبتت جدارتها بقوة على وجه الأرض، وأعطت نموذج عالم. هاي القوى اللي قدرت تواجه أكبر تنظيم، جميع الدول كانت تهابه، قوة المرأة واجهت هذا التنظيم بعظمتها وحملت السلاح على أكتافها وجابهت
وقاومت وانتصرت. هاي القوى اليوم أثبتت وجودها. اليوم نحن عم ننام بأمن وأمان، ولكن ضمن أمن وأمان نحن عم ننام فيه توجد قوى، وهي هاي القوى هي قوى الأمن الداخلي. السند الأساسي أو الركيزة الأساسية اللي لعبت الدور الريادي ضمن القوى الأمن الداخلي هي المرأة التي حملت السلاح واستطاعت إثبات وجودها في جميع العالم. هذا أولكاريا هندري براستيجي جلكي تكوشيني كيفه همبار دا نهمبري جباكي الهمبري عادات وتقاليد الكود هندري جباكي دا هاي لهمبري دين وقولن كود جباكي دا جي هاي لهمبري مالبات جياني دا مفوجيني كي درباسي هذا أولكاريا هندري دبي او ندهر قبيل كرن زلكي جهندري جباكي جي ندهر قبيل كرن اما باصرار جنا كو بخازي تكوشين بكي آزاد بكي دبن سيوان وفكرو رمانا ريبر آخو دا جنگيشت آستكي بهم دا دما كو جنا كرد بي پیشن جحمي جنين جيهان رأي كو دهندري دولة سوري دا حمي دولة كوهي لما كنا هم دبينن جنا عرب جنا كرد جنا سرياني جنا أرمن جنا تركمان كده هندري سوريا دا چقصة مكونات هن الجيان دكن بري خادان فكر وفلسفة ريبر آبو جبر قوي جنجي دزاني فكر وفلسفة ريبر آبو دقينه خلاص كرنا جنكي كو آزاد جيان بكي جي كشتنه جي تجاوز كرنه جي زواجا بجوش جي كو نتنا كرنا ويجنه هبونا ويجنه چيبه ابجي جيد صايا فكر ورمانا ريبر آبو دا ابجي حمي وجنين جيانه كو فكر ورمانا آبو دمشن ام دينداري ريبر أزاري جين جيان أزاري جين